قصة الشيخ عبد الله رشدي وأمنية حجازي، من سؤال عن النقاب لا يخرجني من الملة. هو بيعمل كده بيحب. أمنية حجازي، أنا أسفة ليكي جدا على أي إحساس سيء أنتي حسيتي بيه. مش عارفة أنت بتصلي بتفتحي الكاميرا؟ انا عندي فيديوهات كتيره قوي ليكي بشعرك. بالحجاب انا بظهر بيه في الشارع، لكن ضجت مواقع التواصل الفترة اللي فاتت أو خلال الساعات الماضية بخبر أمنية حجازي والشيخ عبد الله رشدي، خاصة إن هي قالت إن هو كان بيقول هيخرجها من الملة. طبعا كلام خطير وادعاءات خطيرة جدا. احنا اتكلمنا جزئية على كتب الكتاب، طيب وقلتي ان اهلك كانوا حاضرين مظبوط. وكان زواج رسمي وطبيعي جدا، وبعدين رحتي شقه، هل كان في شقه زوجيه؟ ما هو ده بقى لكن خلونا في الأول نتكلم ونعرف مين هي أمنية حجازي. أمنية حجازي دي صانعة محتوى، ظهرت على الترند بعد ما زعمت إنها كانت متجوزة الشيخ عبد الله رشدي. ظهرت إعلاميا مع الإعلامية ياسمين الخطيب وقالت إن رشدي ليه منها بنت لكن ما بيعترفش بيها، وعلى العكس في نفس حديثها كانت بتقول إن أهلها عارفين الجواز وأهله كمان كانوا عارفين، واعترف بالبنت وكان في صورة ليه وهو في المستشفى وكان حاضر معاها ساعة الولادة يعني. ما هو ما كانش في بيت زوجيه بقى. يعني أنا اللي ضحك بيت عليا. زوجيه اللي بيجهز المفروض ان ده في خلال شهرين هيجهز وهعيش فيه انا وهو والولاد، وان انا هساعده في تربيه بداية القصة بحسب كلامها قالت إنها بدأت بسؤال عن النقاب وبعدها حصل بينهم معرفة انتهت بزواج، لكن الأمور اتوترت ووصلت لإنها قالت كان هيخرجني من الملة. الشيخ عبد الله رشدي على النقيض رد على صفحته على الفيسبوك وقال لو كان في واحدة تفصيل لو هنفصل واحدة ليا هتبقى انتي. الجملة دي ما قلتهاش غير عن هاجر رحمها الله ودي مراته الأولانية، وأكد إن ده الرد الوحيد اللي شايف إنه يستحق التعليق. على السوشيال ميديا طبعا كان في حرب تعليقات ما بين مؤيد ومعارض، وشاف الموضوع ترند واسع جدا في مصر، وفي بعض الناس قالت الراجل بمنتهى البساطة مش عايز تبقى حياته على الملأ وتبقى حياته ترند كده، هو اتجوز بلوجر واتفق معاه من البداية خالص إن هما هينعزلوا بحياتهم أو يعيشوا يربوا أولادهم بما يرضي الله، والراجل معترف ببنته واتجوز وطلق. فين المشكلة؟ مفيش حاجة فيه غلط. ولكن في بعض الأصوات كانت بتتكلم وتقول إن هي مع طريقته أمنية حجازي، وخاصة بعد التصريحات القوية جدا اللي قالت ده كان هيخرجني من الملة يعني. وفي النهاية الحقيقة كاملة متكاملة محدش يعرفها غير أصحابها. ولكن الشيخ عبد الله رشدي وفي بعض الناس من المؤيدين للرأي دوت قالت إن الراجل ما غلطش، بالعكس هي اللي غلطانة وهي اللي مسيئة وأساءت للراجل اللي هو جوزها وأبو بنتها، وده ما ينفعش وما يصحش، ودي مش أخلاقيات واحدة ست مسلمة. هي واحدة بلوجر عايزة تسعى وتجري ورا الترند، وده كلام ما يصحش، والراجل مش محتاج كده أو ما بيحبش كده، عايز يقفل على حياته وده من حقه يستقل بحياته ويستقل ببيته ويربي أولاده وفي هدوء. انا كلامي كلام اله. كلام اله. والله ما بكذب.